أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام. تذكر كهجروي لم نشي حوزرشي داود بيغمرت تسبيح ديش خلرتار. مر معنا شهادة الرسول بأنه صلى الله عليه وسلم بأنه كان أعبد الناس ويا بيغمر داود بيغمر دندلش دلتيوش الحغير ويا ناخ أجرجو عبادة ديش في ورز قال وأشجع الناس ناخر الله ميرا ورز ناخن وكان قوي الصلة بالله الله ديل تشرشو النعمة تجو يرتنا حسن الذكر له ديل حق وري جميل الدعاء له الله ديل خز ديوخش ورز قال اشت داود بيمر دين دولش دول دع حق نوين وقع دعاء داود وإيثار محبة الله على كل شيء. أي الله يتودين درش دول دعاء داود بيمر ديلي تودي غري الله يزر مصه من الله حلغر مصه من الله شوهتن خلري قدر مش هدرجي وعاتتن الله ديل ويزر حل ديقن خلرتوت حل ديقن. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء جميل كان داود عليه السلام يدعو به ربه. تأخذ دعاء حقنا وين بيمرة صلى الله عليه وسلم داود بيمر ديش خلدول. روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء أسبوع ديل شنو قال كان من دعاء داود عليه السلام يقول داود بيمر أول شخل تشوخت وديش خل درشتول دعنا درهنا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. الله يدوخ شو داود يا الله حويزر دوخ شاعبك باخ حويش وجويزر دوخ شاعبك باخ حويزر يوجر والشو العمل يوخ شاعبك باخ. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي. يا الله حي يزره شيلا شيدو يزل بيزل لريلا شو دي أحشي تقول حلغر تقول لقر دي أح ومن الماء البارد شيل خديز يلا شيل خديز قلت يؤخر شينا ديز حق شينا ديز اتسل شو دي يشدل شيل خي تقول شو حي يزر لو أحشين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلى شورهم بوطو إذا ذكر داود يقول عنه داود حقيقة تنغلت أورش ورزة كان أعبد الناس أي عبادة ريحنا خلا شو ورزة ويظهر لنا هذا هذا الدعاء الجميل حرص هذا الدعاء الجميل هو دعوة بوطو هر داود بيمر ديش خل درش دعوة وين خجوش دقون إلشة حرص داود عليه السلام على محبة الله. داود بيمر ديل ويزر يحمل ستر خلاص التي هي أغلى وأنفس شيء في الدنيا. أي دنيا نعجر كيرت أجر باخ معجر دزهم خلصن إنه يسأل الله أن يرزقه حبه. أي الله يديو شو إذا يشاويزر لوشين إل وحب كل شخص يحبه الله ديل فيش ورشول مصو فيزر لوعشين وحب كل عمل يقربه إلى الله الله يجرق ويكشتل مصو عمل يزر لوشين ويبلغ حب الله الله دال فيزر الله ديل فيزر ولش تيجي الله ديل فيزر يجر ولشتل. ويسأل الله أن يجعل حبه أحب إليه من كل شيء في الحياة بل أحب إليه من أقرب وأحب الناس إليه الله ديل يديو شو إذا الله يزره
هوك داخل عشان ميل ديش درشتلهم نلا لقرج أو خليته شين دق ديش دل شي سلا وأن يكون أحب إليه من كل ملذات الدنيا وكان من أحب إلى نفسه الماء البارد بو ودنيا نعيرش المرزون الشيء هوك دنيا نعقرت سنجود يزك شيل خيد رحمه بوت ولذلك كان داود عليه السلام يكثر من الذكر والعبادة كالصلاة والصيام وقراءة الزبور لينال بذلك محبة الله تندير بوخ وين مصر دوار ولذلك تندير داود بيمرون ورهم بو الله دي لحيخ وردق دولشي الله أنا عبادة دقدولش ماركا بريح لامز دريحي اشت زبور دي شريحة تغن وين قرآن دي شرخو لذا هند لينال بذلك محبة الله الله فيزريه خاشتي الله هنوي الشارع شاخلت جمال صوت داود وصوت أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري بيمر صحابي داود بيمرو ترشنا خز أز ديتقوى وقد وهب الله داود عليه السلام صوتا جميلا داود بيمن خز أز دليرك دال فكان يتألق ويزداد جمالا عندما يتلو الزبور يقول ترخزلو شدرتن أزبوق زبور ديوش شينح وكان من أجمل الصحابة صوتا بالقرآن أبو موسى الأشعري قرآن خزدو يشارخ قيخر له ويمر أصحابش هقا داود بيمرتاني سرونيت ينقاه متع أبو موسى الأشعري يتون أزاني سرونيت هقا أز موهبوخ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن منه أبو موسى الأشعري القرآن ديش لدو وغرا ديش وربو بايمر ويشبهه صوته الجميل بصوت داود عليه السلام أي أبو موسى الأشعري تن خز أز داود بايمري أوز اختار دور صوباخ روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي بخاري مسلم عديس دوار أبو موسى الأشعري الشاديس ديل إليش نشيك قال لي قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال وقع آل داود قال شهق وانت بين بيلقل دوق تسيق على أشوك شا داود دو مزمار قال شا تسيق أزدو موسى أبو موسى الأشعري خيل دولشتو الأزي داود خيل دولشتو الأزي إنت يعقوب بيلقل دوق ووردت في الحديث كلمة آل داود آل داود بوشتو دوشتي إنه وينك حديث يحا ولا يراد آل داود أنفسهم تيجي على الأوش بيش داود دوزل بات تيجي على الأوش بيش وإنما يراد داود نفسه عليه السلام دلحات تيجي على الأوش بيش داود عليه السلام قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث حديثا شرح ديشاء ابن حجر العسقلاني سدوت قال الخطابي يسأل قوله آل داود يريد داود نفسه أي تجعل أشفك داود لأنه لم ينقل أن أحد من أولاد داود ولا من أقاربه وإن دئن ذات صحيح دولش حديث يعني نسيات وإن صحيح تكستيات وإن أنا داود دوزر شايتون جرجر شارخة يشتخز زبور دوش خليرا داود واتك حقن واتوين تندي تجعل أشفك داود وبوخقوه وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله بن قيس أو الأشعري وإذا أعطي أبو موسى أعطي مزمارا من مزامير آل داود لا مسلم حديث دوار أي داود دي أوزغ أزد الليرتون آل وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة بيمر بوق أبو موسى حون شاقين والأربعة سالغنا حيق لدوش ورشا لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود آل داود داودي أوزخ أزدر لك حون دال خز أزدر شخل ديرز وإذا كان الأحاديث السابقة تذكر آل داود والمراد بها داود نفسه عليه السلام كما قال الخطابي وابن حجر فهناك رواية مرفوعة فيها التصريح بداود وليس آل داود
هر رواية شوين تحقن درستون حديث كعشان مصو مع آل داود آل لحة دلا حوينا النسائي سيد سنقت رواية تؤت حديثي آل داود سأورش داود آل دوي هر مويون آلشا أبو هريرة سديد سندوهرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ديل إرشنو آل لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود آل وقع داود آل أيو ناجتوق حدي يشكال وشوق إشتو إزمي عنده مزمار داود ومزاميره في العهد القديم العهد القديم حاخذ اللي إزم دا بين باش ويشتات دو إسرائيليات كردي إن درشترهم شديد سوا جكتش كي جينشكر دلح ولا يراد بالمزمار المزمار آلتشا هو حديث ياحا آلة العزف الموسيقي موسيقى انسترومنتيات صون سيقالو إشيك بوغتسو وإنما يراد به الصوت الحسن الجميل أي خز أزدحون عند قراءة قرآن دوش شينا أبو موسى خيل درجة الخز أزدوس يا داود سزبور دوش شينا خيل درجة الخز أزدوس فعندما يقرأ كان يحسن ويجمل صوته يدوش شينا شي أز قتر خز دور توبوغ ويجود الكلمات الخارجة من فمه شي متر دولشتل هور دوشة يجود بوغا هور حرفا شي مخرج دعالو شآل ما ديزر آلرتو فكأنه يعزف على المزمار الموسيقى تا موسيقى انسترومنت تا يلوش تنخل لرتوني بوغ تويس تندير آل دوتن أخير الجبال والطير يسبحن مع داود وتوجيه ذلك تلت إحا داود فيمر زبور دوش چينحا لم نشي اشت حوزي داود بيمرتا اش تسبيح ديش خلا التسبيح در مو خلتي تسير الله دوت سردوه إن شاء الله يغوى يقول دلج دار تيكنز بيكم بويل